السلام عليكم. عندي لكم قصتين، لكن فرق السماء عن الأرض بين القصة الأولى والثانية في الأحداث. القصة الأولى لشاب سوداني، وهذا من عائلة معروفة جدا وإنسان محترم ومتعلم، والقصة حصلت في أواخر الثمانينات. المهم هذا الرجل متزوج والله رزقه في أول خلفته كلهم بنات، عنده 5 بنات. صار يتضايق وهو من قبيلة تتفاخر بالأولاد وتتفاخر أنتم عارفين في بعض العشائر والقبائل عندهم الولد يعني مفخرة، وخصوصا في المجالس وكذا. المهم هذا بدأ يتضايق. صحيح إنه إنسان متعلم مثقف وراضي بقسمة رب العالمين، ويعرف ان هذا الامر بيد الله، يعني اختيار للذكر او الانثى ما هو بايد الزوجة ولا هو بايده، يعني هذا نصيبه. لكن صار يتمنى ويقول حق زوجته يعني ان شاء الله السادس الحين يجي ولد ان شاء الله، الله يخليك ادعي وانا ادعي وكذا، ويتصدق وحال المسكين ويحاول يعني انه يتأمل وتجيب بنت. السادس والسابع بنت، والثامن بنت، والتاسع بنت. لا اله الا الله. رغم ان البنات زينة البيت، لكن هذا خلاص عنده 9 بنات، والكل صار يسولف عنه يعني. وفي ناس يعني أصبحوا يتعاطفون معاه إنه يحتاج إلى ولد يسند إذا كبر، والبنت تعرفون البنت لها دور في الحياة والولد كذلك، فيحتاج إن عنده 9 بنات وهو الرجل الوحيد الآن في بيته، يعني هو زوجته و9 بنات، يحتاج إلى ولد إذا كبر يعني يعينه ويعاونه، يقضي أشغاله أهله، يعني هذا شيء ترى مطلب يعني عند كل إنسان. فصار يتضايق وحزين واكتئب وسنوات ينتظر، سنوات كل ما حملت زوجته تجيب له بنت. فخلاص وصل حده إلى أن قرر في يوم من الأيام قرار مخيف. مسك زوجته وقال اسمعيني، أنت الآن الحمد لله حامل في العاشر، لكن أقسم بالله العظيم وقت الولادة أنا راح أكون بالغرفة اللي جنبك، لأن يولدون في البيت، يعني أنا بكون بالغرفة اللي جنبك، وراح أكون معلق حبل ولافح حوالين رقبتي. إذا سمعت انك جبتي بنت راح اشنق نفسي، واذا جبت ولد راح ما راح اعيش، خلاص انا مستحيل اعيش بهالدنيا. قالت له ابن الحلال، قال لها انا ذاكر الله وعرف ان هذا غلط، لكن انا خلاص انا تملكني الوسواس وتملكني الاكتئاب، وانا حزين، وانا الدنيا صارت ما تسوى شيء بعيني، وكل همي اصلا سنوات وانا انتظر يجيني ولد، وانا عارف حتى لو اتزوج واحدة ثانية ممكن هم تجيب لي بنات، انا عارف، لكن هذا قراري وانا اقسمت اني انفذه. المهم طول ال9 أشهر اللي هي حامل فيه وهي تحاول تقنع فيه وتغير من قراره، لكن كان مصمم. وفعلا جاء اليوم الموعود، يوم الولادة. جايين كم واحدة من أهله، ويوم قالت لهم زوجته وهي على وشك الولادة يعني، وهي تصرخ وتبكي، يقولوا لها اصبري وانت يعني مو أول مرة والدة، ايش فيك ليش خايفة؟ قالت لا شوفوا ولدكم زوجي اللي بداخل الغرفة، وترى حاط الحبل على رقبته وينتظر بس ندخل عليه يا بنت يا بولد، إذا بنت بيشنق نفسه وإذا ولد بينزل. حتى أم جدته وخواته ويترجون ويبكون سوى فيهم رعب وبكي، الحريم كلها تبكي على القرار اللي يبي يسويه. هذا شلون فكر بالطريقة؟
لكن يقول أنا أقسمت وخلاص، أنا أقسمت وخلاص، لا تخلوني الحين أشنق نفسي حتى قبل لا أشوف المولود. فصاروا كلهم يقولوا له خلاص اهدى اهدى اهدى، خلاص اهدى. المهم وهو فعلا واقف على مثل الطاولة وحاط الحبل على رقبته وينتظر بس يدخلون عليه المولود، يشوف إذا الأنثى بينشنق نفسه، إذا ذكر بينزل. وطول الليل والحريم تدعي، وأمه وخواته وزوجته المسكينة وهذه اللي جايبينها القابلة أو اللي تولد، يعني كلهم مرتعبين من الجريمة اللي بيسويها هالرجل هذا. أو سبحان الله، حمل هالمرأة في هالمرة العاشرة كان على غير كل مرة، كانت بطنها حيل منتفخة، وما عندهم أيامها سونار ما سونار وكذا، لا، أول مولود ويطلع ولد انبسطوا، ثاني مولود وتطلع بنت، طلعت حامل بتوأم ولد وبنت، وياخذون الولد ويدخلون عليه على أبوه، قالوا له مبشرك ولد، لا بتأكد، قالوا ها افتحوا عنا اللي هو اللفة وكذا، وانبسط ونزل الحبل وصار يدعو ويسجد ويستغفر على انه كان يبي يقتل نفسه وكذا. قالوا له ترى مبشرك ولد وبنت، قال اهم شيء انه في ولد، البنت خير ونعمة لكن اهم شيء بعد يكون في ولد. فانبسط وخلاص، وهني ابر بقسمه، القسم اللي اقسمه انه اذا في ولد اني انزل، ونزل فعلا. ما جاء وقت صلاة الفجر الا الولد يتوفى وتبقى البنت. لا حول ولا قوة الا بالله. وهو قاعد يبكي، عرف ان هذا يعني مثل، يعني ما اقول عقاب من رب العالمين، لكن رسالة من رب العالمين ان الله يرزق يعني ما يشاء، يعني وهذا امر يعني له حكمة. وربما ان رب العالمين رزقه بولد وانه بعدين اخذ امانته انه فقط علشان هذا الرجل يبر في قسمه وما يشنق نفسه، انه ما ينتحر، لانه رجل محترم وحرام انه يموت موته شنيعة مثل هذه، يعني يتعاقب فيها يوم القيامة. فيمكن رب العالمين كان يبي يرحمه، خلى جاب له الولد، ولكن توفى وبر بقسمه. من بعد الحادثة هذه هو خلاص اقتنع وعرف حكمة رب العالمين، وربى بناته أحسن تربية، وكبروا بناته وكانوا خير عون له، وعرف أن الولد والبنت أصلا بهالدنيا واحد، يعني اللي يقوم فيه الولد تقدر تقوم فيه البنت وزيادة، وهي أصلا حنونة على الأب وعلى الأم أكثر حتى من الولد. الولد دائما ياخذه الشارع، أما البنت خير تكون دائما مهتمة وقريبة جدا من الأب ومن الأم، لين كبروا بنات الله يستر عليهم وتزوجوا، وكل واحدة راحت بيت زوجها ويدعو له، وتوفى الرجل الله يرحمه. وهذه نهاية سالفتنا. لا مو نهاية سالفتنا، أنا آسف صدقون بغيت أنهي. لا، في الحين أقول لكم القصة الثانية. القصة الثانية الله يسلمكم جميلة جدا، وهذه القصة يروي لي إياها قريب ضابط أردني، ضابط في البحث الجنائي، ومن عائلة معروفة جدا إلى الآن معروفة في عمان، لهم مكانة في المجتمع يعني الأردني، والكل يحبهم يعني، وفي منهم كثيرين من القيادات الأمنية. المهم هذا الرجل الضابط متفاني في عمله، وسعيد جدا ان رب العالمين رازقه ب3 بنات، وهم من نوع العائلات اللي ما يكثرون اولاد، يحب يعني يكون عنده 3 4 ويربيهم افضل تربيه وخلاص، اكثر من الكثره اللي ما يقدر يعني يعيشهم عدل او بالمستوى الجيد. فهذا كذلك نظرة جيدة جدا ان الواحد يكتفي بقدر قليل من الاولاد، بحيث انه يستطيع انه يصرف عليهم ويداريهم ويربيهم، ما يتركهم للشارع يصيعون ويضيعون، والله من كثرتهم ماني قادر عليهم.
المهم فهذا كان عنده 3 بنات واكتفى خلاص، يقول أنا ما أبي أجيب أولاد أكثر، والبنات هذول عندي بالدنيا كلها. وفعلا كان مربي بناته أحسن تربية، اكبروا بناته وصاروا عمارهم في عمر المراهقات، كل واحدة أجمل من الثانية. هذا الضابط كان كل يوم جمعة يخلص من الصلاة، صلاة الجمعة، وياخذ زوجته وعياله اللي هم بناته ويروحون كشته أو يروحون يتفسحون أو شو تسمونها أنتم، يعني يطلعون مكان كذي يعني يقعدون فيه، يجلسون شوي، ياكلون ويسولفون ويضحكون وشاي وقهوة وحركات، يعني حركات عائلية. أيامها، وهذا الكلام كان في عام 93، وأيامها فعلا، وأنا ترى مريت في أحد المرات في الأردن، كانت لي كثير سفرات في الأردن، لاحظت هالشيء، ولما قال لي القصة تذكرت صح، اي والله كانوا كثير من العائلات اللي في الأردن دائما وقت الظهيرة خصوصا في وقت الشتاء يبي يتشمسون بهالجو الحلو ويدورون الشمس، فكانوا دائما يتواجدون على طريق يسمونه طريق المطار. أنا مريت عليهم مرة وشفت ما شاء الله مئات العائلات على يمين وعلى يسار الطريق هذا، طريق المطار، لأنه كان فيه مساحات شاسعة خضراء، مناطق، وانتم عارفين سبحان الله، الله يهني أهل الأردن، أرضهم جميلة جدا، أرض زراعية فيها أشجار جميلة، فيها أنهر، فيها سبحان الله جنة، الله يبارك لهم فيها إن شاء الله ويهدي سرهم. فكانوا يجلسون على العائلات وين؟ على طريق المطار يمين ويسار، وكثير مثل الآن تشوفون مرات يصير عندنا مخيمات يمين ويسار، تلقى هالمخيمات الناس. فأخذ زوجته وبناته وراح على طريق المطار، فدور مكان يكون شوية بعيد عن يعني الازدحام، بقعة من الأرض كذي ما في أحد، وقف سيارته ونزلوا الأغراض وبدأوا يشبون النار ويبي يجهزون حق الشوي يعني. وعنده واحدة من بنات الكبيرة، كلهم جميلات طبعا، الكبيرة هذه كانت لابسة فستان أحمر فاقع كذي. المهم فالبنات يلعبون أو يتمشون حوالين جلسة أهلهم، أمهم وأبوهم، أو يجي شخص راكبين معاه 3 وهم 4 على سيارة، يمرون شوي شوي يتمشون، يجون قريب من العائلة ونزلوا وجلسوا على الأرض، و4 شباب، ورغم أنه يشوفون أن هذه عائلة فيها بنات، والمفترض يعني من الذوق أنك ما تقترب منهم إذا أنتم شباب، العائلات جنب العائلات ما في مشكلة، لكن لما تشوف في عائلة ما تقترب منهم حيل، يعني عشان ياخذون راحتهم، إذا في بنات، في واحدة متغطية، في بنات ما يحبون ينكشفون على الغروب يعني. فجلسوا وصار وجيههم يعني حاطين سيارتهم وصاروا يتسندون على السيارة مقابلين لعائلة الضابط، والضابط عنده بنات يتمشون وكذا ويطالع بهالشباب، ما ارتاح ويبي يكسر الشر، وضابط مر عليه البلاوي، مر عليه المشاكل اللي من مثل هالنوع هذا. فقال حق بناته اركبوا طفوا النار، خلونا نغير مكاننا. ليش يبغوا مكاننا حلو؟ قال لهم ما يخالف، يلا ركبوا وشالوا اغراضهم وتحرك بسيارته، راح شوي بعيد مكان كذلك فاضي ما في احد، ووقف ونزل اغراضه شوي، ولا هالسيارة لاحقتهم وتوقف مكان قريب منهم مكشوفين عليهم، ويطالعهم الضابط. قال خلاص خلونا نرجع نشوف مكان ثاني. يا يبا ليش؟ قال لا المكان هذا ما هو حلو، ما هو متساوي، يحاول انه ما ينبه زوجته وبناته، ما يبي يخرعهم، او ممكن هو فاهم غلط، فيبي يكسر الشر وما يبي يخرب او يعكر
يعني جو الطلعة يعني. اركبه مرة ثانية ويروح إلى مكان شوي أبعد، وقف ولا السيارة تحرك وراه، انتظرهم لين وقفوا قريب منه. المرة الثالثة تحرك وراح لين ابتعد بعيد عنهم، ونزل شاف انهم مو موجودين، نزل اغراضه والبنات وشب النار شوي، ولا جايه هالسيارة اللي توقف قريب منهم والشباب يطالعون فيهم. لا حول ولا قوة الا بالله. ما يبي يكبر الموضوع. المهم فصار منتبه على اسرته على بناته، ويقول لهم لا تروحون بعيد، تعالوا قريب من هني وكذا يعني صار متأزم، يعني ما هي طلعه هذه، هذا هم شوي. وتتحرك السيارة، سيارة الشباب تجي يعني تجاههم. هو اول ما شافهم يتجهون ناحيتهم قال حق بناته تعال اركبوا السيارة، اركبوا السيارة بسرعة بسرعة، اركبوا السيارة. وقال حق زوجته ايش فيك ايش فيك، اركبوا السيارة اركبوا السيارة، اتركوا الاغراض خلوا الاغراض. شاف الشباب جايينه، اركبوا السيارة، اركبوا وركب هو. وانتم عارفين سبحان الله الرجل لما تكون معاه اسرته يكون يحس بالضعف. ليش؟ لان الموضوع لو هو راجع له ما عنده مشكلة، بس خايف على اسرته. لو يدخل في مشاجرة مع 3 4 مو خايف على نفسه انه ينضرب، خايف انه يحصل عليه شيء وبعدين يبقون اسرته هني تحت رحمة هالمجرمين. فدائما يكون ضعيف او يحاول انه يتصرف بحكمة لحد ما يبعد اسرته عن الخطر. اول ما ركب السيارة وكان ناوي انه يتحرك ويبعد عن المكان، رغم انه ضابط ورغم انه كان بامكانه انه يوقفهم عند حده يعني، او انه يبلغ، كان ما بيعكر جو الاسره يعني. توه بيتحرك وتجي السياره وتوقف قدامه، يعني تمنع من الحركه. وينزل الشباك هذا الراكب اللي جنب السائق، يقول له انزل. يقول حق الضابط انزل. قال نعم. هو نزل لهم الجام شوي، نعم. يأشر له يقول له انزل. سكت. انزل شوي ونزل الراكب صار قريب من شباك الضابط وعياله وبناته، حسوا بالخوف. هذول منو؟ وليش وقفوا عليه يعني السيارة مانعنا من الحركة؟ وابوي ليش ركبنا بسرعة وخايف منهم؟ فبدوا يرتعبون والبنات بدوا يبكون والأم حست بالخطر. ويجي هذا يقول له نزل البنت اللي لابسة أحمر. نعم، نزل البنت اللي لابسة أحمر هذه، ولا ننزل بناتك وزوجتك كلهم. الضابط نزل شباك اللي جنبه، يقول حق الولد نعم ما سمعتك عدل. قال نزل ام الاحمر بسرعه، نزلها لان ننزلهم كلهم. قال علي صوتك ما سمعتك انا مضبوط. قال اقول لك نزل ام الاحمر. قال تعال قرب شوي، قرب، قول لي اياها باذني. مصدوم انه شو الجرأة اللي على الشباب اللي يقول نزل هذا ولا ننزلهم احنا. قال لا، يأشر على اذنه، يقول له قول لي اياها مرة ثانية، قول لي اياها هني باذني مرة ثانية. قال بقول لك نزل. اسف ايه انا قلده بس. يقول له نزل البنت اللي لابسه احمر. قال علي صوتك شوي. وهذا ملاعين خير الشباب هذول، جرأة. تلقاهم متعاطين، تلقاهم مجنن ولا فيهم بلا. نزل قاعد يصرخ باذنه. اثناء ما هذا يصرخ ولا الضابط طلع نظامه شنو، اصلا ما يتحرك من البيت سواء معاه اسرته ولا ما معاه اسرته
إلا مخبي معاه مسدس صغير يسمونه ربع. مسدس ربع هذا، مسدس ربع هو أكيد مسدس قاتل إذا أطلقت على شخص قريب منك، لكن من بعيد شوي يعني يسبب إصابة مؤلمة لكن ما يقتل، القريب يقتله. فهذا مو يصرخ بذنه متفرعن وكل يعني انه ازعر، يعني مسوي نفسه انه مو خايف، نزل ويمسك على طول من وين؟ من الغولة او من الرقبة، من ملابسه، ويحط ايده اليمين داخل الجاكيت ويطلع المسدس الربع ويحطه في فم الولد ويطلق عليه النار. الولد على طول مات. طبعا ربعا صدموا ولا كانوا متوقعين ردة فعل الضابط، ولا يدرون انه ضابط اصلا. طالعوا يا هلا ولابس مدري ايش دراهم، ويقوم ويشتغل عليهم اطلاق النار على السيارة مالتهم، ضرب 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 لين هربوا. طبعا راح وصل هلا وسلم نفسه لمركز الشرطة وبلغهم في الموضوع بالكامل. وين الجثة؟ قال لهم تركتها في المكان نفسه. وفعلا يجون ولا هذه الجثة جنب أغراضه، جنب يعني كل الأدلة تثبت صحة كلام الضابط بعد ما عرفوا هوية الولد. ولا الولد من عائلة كذلك معروفة. يوم وصلوا أهل الولد وعرفوا أن اللي كانوا معاه أقاربهم يعني نفسهم، هذا ولد خالته وهذا ولد عمته وهذا، جابوا الشباب الثلاثة واعترفوا بالواقع بالكامل. ولا أخذ عندك هالمصيبة. ومرات يقولك سبحان الله، الله يسلط ناس على ناس يوم تحروا عنهم ولا هذول مرتكبين مثل هالجريمة هذه أكثر من 20 مرة ولا أحد بلغ عنهم. يترصدون لهالعوائل اللي موجودة في مناطق برية وشوية بعيدة عن الناس، يخطفون بنتهم، يهددون الرجال يشوفونه بروحه وهم 4، ياخذون واحدة فيهم ويعتدون عليه ويرمونها بالشارع ويهربون، وهذاك يخاف، او مرات حتى لو يتعرف عليهم يعني حفاظا على سمعة بنته يمكن ما يبلغ، او حتى لو يشتكي يتدخلون اهالي الاولاد ويترجونهم ويتنازلون يعني الشياطين زعران ما يخافون من شيء. لكن الله سلط عليهم هالضابط، جابهم ليه عنده، قتل واحد فيهم واصاب الثلاثة بطلقات لكن ما ماتوا، واصاب السيارة وجابوا السيارة اللي كانوا يستخدمونها واعترفوا بتفاصيل القضية بالكامل، لدرجة ان حتى اهاليهم ما قدروا يجابهون عائلة الضابط، العائلة الكبيرة اللي كان لها السلطة والناس يعني لها وزنها في المجتمع. يوم عرفوا ان هذه يعني الضابط من عائلة الفلانية، قام ابو الولد اللي توفى وتنازل عن دمه وتبرى منه، حتى آباء وأهالي الأولاد الثلاثة تبروا من عيالهم. ووصل القضية، وصلت أيامها إلى الملك حسين رحمة الله عليه، حتى أن تم ترقية الضابط وأن عطوه وسام الشجاعة وكذا. أن هذا سبحان الله، أن صحيح أنه أنقذ أسرته لكن كذلك أنقذ أسر أخرى، وأسر كانت مظلومة، وباعترافات الشباب أنهم ارتكبوا الجريمة الفلانية والجريمة الفلانية وكذا، وناس كانت خايفة، وناس تعرف لما تعرف أن هذول من عائلة فلانية ما يشتكون. فبسبة هالواقعة أنه هو أنقذ كثير من العائلات وقدر يوقفهم عند حدهم. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.